اهلا بيكم. الله، بجد على الفراخ المشوية، لون وطعم حاجة كده في الخيال، والتتبيلة بمكونات كلها موجودة في مطبخك، وكمان سهلة جدا من غير اي فزلكة. لو اول مرة تشوفوا قناتي وعجبتكم ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. ويلا على الفيديو. هبتدي الاول بالتتبيلة. معايا كاتشب حار، ممكن لو مش موجود الكاتشب الحار نحط كاتشب عادي وعليه صوص حار، وممكن نستغنى عن الصوص الحار، وممكن كمان صوص باربيكيو يبقى شغال معاها حلو. وممكن كمان لو مش موجود ده او ده هنعمل برضو التتبيلة، بس هحط معاها بدلهم صلصة. ومعايا كمان ماسترد او خردل او مستردة وصويا وتوم مفروم حوالي معلقة، وحوالي برضو معلقة من الزيت. انا مش هكتر زيت علشان خاطر انا هعملها بالجلد بتاعها، فهيكون فيها نسبة من الدهون. وبشر ليمونة بالشكل ده، مش كتير يعني، ناخد منها حبة كده صغيرة، يعني مناخدش البشر كله. وكمان نص ليمونة. الليمون انا بحطه بالشكل ده كده بيديني كمية من العصير حلوة قوي، غير لما بقلبها بالعكس. شايفين شكل الليمونة؟ يعني اخدت منها كل حاجة بصراحة، العصير كله. جربوها كده وقولوا لي نفعت معاكم ولا لا. هبتدي اتبل بالملح، ونراعي الملح ان الصويا فيها ملح وكمان الكاتشب فيه ملح وفلفل، حبة حلوين قوي كده من البابريكا. بس كده دي كل التتبيلة، يعني مفيش اسهل من كده خالص، مكوناتها روعة. كده قلبناهم وبقت تمام وجاهزة. هستخدم الدبابيس، نقدر ان احنا نستخدمها مع وراك او فرخة كاملة او كمان اجنحة. بس بصراحة كل الحاجة ما كانت صغيرة زي الدبابيس او الاجنحة بتكون تحفة جدا، لان هي بتبقى مغطياها حلو، وكمان لما بتتحمر كده وبتتشوي بتبقى جميلة جدا. ببتدي ان انا ادلك الفراخ في التتبيلة بالشكل ده، وبغطيها حلو قوي عشان كل جزء فيها يكون متغطي بالتتبيلة وتتشرب منها كويس. بسيبها في التتبيلة حسب الوقت بتاعكم، من ساعة لساعتين، من بالليل لتاني يوم، حسب الوقت عندكم قد ايه. تيجي اجهز الصينية. بوزع فيها الفراخ او الدبابيس بالشكل اللي انتوا عايزينه، او بالحاجة اللي تسمح عندكم في الصينية. انا عملتها بالشكل ده كده، شايفين اللون بتاعها؟ يعني هي من قبل ما تدخل الفرن ولونها بصراحة تحفة. وباقي التتبيلة بوزعها عليها، علشان يعني التتبيلة اللي جت خسارة ان هي تترمي بأمان. وزعها كده، هتديها برضو لما بتستوي لون حلو قوي. كان عندي البصل الصغير ده، حبيت ان انا احطه معاها كده للناس اللي بتحب البصل المشوي، بصراحة بيبقى حلو قوي. وشوية مية صغيرين جدا على باقي التتبيلة، وبوزعها كده في الصينية. ما بحطش المية على الفراخ من فوق يا جماعة، او التتبيلات من فوق، عشان ما تضيعش لونها وما تضيعش الشكل بتاعها. بحطها كده في الفراغات عشان بس ناخد المية بتاعتها. وبدخلها على درجة حرارة 200 لحد ما تستوي وتبقى باللون الرهيب ده. وهي في الفرن زي ما احنا متعودين بالفرشة بالشكل ده. وببتدي ان انا اقعد ادهنها كل فترة، بتديها اللمعة الحلوة وبتطريها، وكمان بتديها بتخليها تحمر حلو في الفرن. شايفين لونها كمان بعد ما اندهنت؟ صراحة رهيبة، وريحتها كمان كانت رهيبة جدا جدا. اتمنى فعلا ان انتوا كنتوا تشموها، بس جربوها عندكم وقولوا لي فعلا كانت الريحة بتاعتها حلوة وطعمها حلو ولا لا. هستنى تعليقاتكم. شايفين اللون؟ وادي كمان البصل، شايفين بعد ما اتكرمل وبقى مشوي، كان طعمه برضو جميل قوي مع الصوص اللي كان معمول. الصوص بتاعها نقدر ناكله مع المكرونة، او نغمس بيه اللحم بتاع الفراخ من جوه، برضو جميل جدا.
من الصوصات فعلا الحلوة اللي انا عملتها. هنشوف مع بعض كمان شكل الفراخ من جوه، كانت سخنة جدا ومكنتش قادرة ان انا امسكها. هي حلاوتها كمان ان هي تتاكل وهي سخنة. دي لونها. كنت عايزة اوريها لكم من جوه بس لقيتها صعبة جدا من السخونية. هي دوبك وريت لكم بس ان هي مستوية حلو. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، وما تنسوش كمان تعليقاتكم الجميلة. وادي كمان البصل رهيب. شكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، في انتظار تعليقاتكم، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.